السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال دايما يا رب. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ورجعنا لكم تاني بتكملة الروتين اللي بدأناه بتاع الشتاء. زي ما انتم شايفين كده الأوضة بقى قلبت عليها وطيها زي ما بيقولوا، ما خليتش فيها حاجة خالص. بعد كده بقى ايه، كنت مفتحة بقى البلكونات والشبابيك وكده، بقى البيت كله يتهوى كده. عايزة اقول لكم اليوم ده كان يوم جمعة، وطبعا شغلت كده بقى القرآن، سورة البقرة وسورة الكهف. حلوين جدا جدا، ان احنا نشغلهم في بيتنا على طول باستمرار. ويوم الجمعة طبعا بالاخص سورة الكهف. خلاص حبايب قلبي. المهم كده بقى ايه، استعنا على الشقة بالله زي ما انتم شايفين كده، ودخلت على المطبخ. قلت ايه، ابدأ روتيني في المطبخ. كده كده انا مفتحة الشبابيك بقى تتهوى، الأوضة بتتهوى. وقلت بقى اعمل ايه، اعمل الغدا، اجهز الغدا الاول، بحيث ان انا ابقى عارفه يومي ماشي ازاي وبادئ ازاي وهينتهي ازاي. فاهميني؟ فطبعا دي بتبقى حاجات مهمه ان احنا بنبقى مرتبين يومنا هيمشي ازاي. هنا عندي بصلتين زي ما انتم شايفين كده، قطعتهم مكعبات كده، وبرده طماطميتين او طماطمايه زي ما تحبوا يعني. وقرنين فلفل برضو كده اخضر، ممكن لو عندكم او انتوا بتحبوها سبايسي بتحطوا مثلا ايه، قرن فلفل اللي هو الحراق. خلاص. او ممكن شطة يعني. المهم حطينا بقى التوابل بتاعتك اللي انت تحبيها. ده هنا كيس كده كان عندي بهارات الهمبرجر، فضفت منها برضو معلقة. ضربت كل ده بقى كده في الكبة زي ما انتم شايفين كده، بصل مع الطماطم مع الفلفل مع البهارات بتاعتي ومع الملح طبعا. وهنا كنت ببشر جوز الطيب، اديت بشرة كده زي ما انتم شايفين اهي. بقى حطيت التوابل بتاعتي واظبط الحدق كده. بعد كده بقى عندك نص كيلو لحمة مفرومة، اكتر اقل زي ما تحبي المتاح عندنا. ده طبعا كان عندي انا مش نص كيلو بالظبط يعني، لان ده كان موجود عندي في الفريزر. فانا طلعته كده فك. وبعد كده بقى ايه، سيبته بقى ياخد ويدي مع بعض كده في التتبيله، وهنرجع نشوف هنعمل بيها ايه. خلاص. هنا كده غلفتها بالاسترتش وحطيتها في التلاجة طبعا عشان ريحه البصل والحاجات دي ما تكرفش في التلاجة. وبدات بقى القله بتاعتي الجميله دي، تحفه تحفه بجد والله. يعني خسران اللي ما بيشربش من ميه القله، خصوصا في الشتاء على فكره. في الصيف عادي، لان هي كده كده ما بتسقعش في الصيف، بتبقى محتاجه يعني الجو يكون طراوه كده. عايزه اقول لكم انا بشرب ميه متلجه منها. بدات بقى كده بقى ايه، شلت كل حاجه على الرخامه بتاعه الحوض. وبدات بالشباك طبعا عشان هو اول حاجه كده، واهم حاجه في بدايه التنظيف دوت. إيه، لان هو بيبقى مليان تراب، فانا بنفض كل التراب ده الاول. خلاص. بعد كده بقى بمشي بقى ايه بالتدريج كده او بالترتيب، واحده واحده. إيه، كل واحده عارفه إيه بتبدا منين وبتنتهي منين. انا ببدا مثلا من الشباك زي ما انتم شايفين كده. بعد كده ببدأ ممكن ازعف السقف مثلا لو في حاجة. إيه، بعد كده بقى الحيطان دي زي ما انتم شايفين كده. كنت عملت قبل كده كذا مرة يعني فكرة المية بالكلور، بشوية ممكن صابون كده، ونعمل بيها الفوطة دي كده. انا مش عارفة اللقطة دي راحت فين ازاي. انا كنت بغسل الرخامة وبظبط كل ده، وغسلت كل الدنيا دي كلها. المهم كده بقى ايه، هنا كنت برجع بقى كل حاجة هنا مكانها يعني. هو انا ما بسرع الفيديو صراحة في المونتاج، بحس ان هو بياكل حاجات كتير قوي في الفيديو. فالمهم انا غسلت بقى كل اللي انتوا شايفينه ده كده على الرخامة. ومسحت الرخامة كويس، غسلتها كويس بكلوركس الوان بصراحة تحفة. وهنا برضو الرخامة دي برضو غسلتها كويس. ودي بقى المواعين اللي هي عايزة خلاص نشفت وهتدخل المطبخ. وطبعا شلت مكان البوتاجاز اللي هو الفرن الصغير ده برضو، غسلت من وراه. المهم مسحت كل حاجه في المطبخ زي ما انتم شايفين. هو بصراحه الروتين ده هو تلات ارباع عميق يعني، مش عميق للدرجه اللي هي. لان انا بحب ابدا الروتين ده بصراحه في الشتاء، بكون جايبه المطبخ من جوه. فما كانش عندي وقت بصراحه متاح ان انا اجيب المطبخ من جوه، يعني الاظرف المطبخ من جوه. فده ممكن في وقت تاني انا مع نفسي كده اعملها واحده واحده يعني، وكده مع نفسي. خلاص. فطبعا النظافة حلوة جدا. ومن وقت للتاني كده طول ما ايدينا في المطبخ بيبان عليه، من وقت للتاني بنشوف اي حاجة اتكركبت بنعدلها من تاني، بنمسح اول باول الظرف من بره او من جوه. يعني زي ما تقولوا كده ايه،
ايدينا دايما في الحاجة بيبان عليها. خلاص. المهم هنا بقى كنت زي ما انتم شايفين كده بقول لكم ان انا كده خلصت بقى المطبخ. عايزه اقول لكم ال5 دقايق دولت انا عايزه اقول لكم قعدت فيهم نص اليوم والله بجد يعني. فالله المستعان يعني الحمد لله. وربنا طبعا يعين كل واحده على حالها وعلى بيتها وتربيه ولادها والمسؤوليه اللي هي فيها ايا كان هي ايه. فربنا يعيننا جميعا يا رب يا حبايبي. هنا بصوا زي ما انتوا شفتوا كده بقول لكم انا جبت شويه ميه في الجردل ده وحطيت حوالي كده غطا من الكلوريكس الالوان. وبدات بقى الشرشوبه ولا المساحه دي كانت عندي مش بستخدمها صراحه كتير يعني. قلت اغسل بها ايه الحيط زي ما انتوا شايفين كده. هي حلوه بس انا مكنتش عارفه اتملك فيها. فكنت بقفل الكاميرا وبرجع ايه اعمل تاني. المهم خلصت كل ده زي ما انتوا شايفينه كده كل الحيط بقى. وكنت مزعفه طبعا السقف من فوق ومنفضه الستاير كويس من فوق كده اللي هو البلتكان الخشب اللي فوق كنت منفضاها. ده كله كان ايه في الروتين اللي فات بتاع امبارح بس كل ده ما كنتش بصوره. انا بجيب لكم الخلاصه مثلا او ان هو ايه ان احنا نشجع مع بعض. بس في حاجات بتبقى عميقه كده إيه احنا بنعملها مع نفسنا كده يعني. خلاص. هنا بقى ده كده لما مسحت ورا الكومودين ونشف رحت جايه مرجعاه مكانه. كنت بحاول على قد ما اقدر ان انا اول ما اعمل حاجه ارجعها مكانها مجرد ما بتنشف برجعها تاني مكانها. خلاص. كنت شايله بقى كل السجاد اللي في الارض عشان هفرش بقى الاوضه التانية دي برضو من السجاده الكبيره عشان تدفي الاوضه وتغطيها خالص. وبرضو الطرقه هفرش فيها السجادتين اللي هما يعني يغطوا الطرقه كلها بقى من البرد وكده. وهنا برضو ايه مسحت الاوضه وخلاص كده بقت فل شمعه منوره. بدات ان انا بقى افرش السجاده والحافظه. وبعد كده بقى ايه رجعت الركنيه تاني مكانها. هي بقى على قد كده بقى محدش بقى طبعا يعني ايه يقول لي مش عارف ايه على قد يعني الحمد لله مسلكه يعني طبعا. وعايزه اقول لكم نظيفه جدا خامتها نظيفه. بس هي ممكن عايزه تتغير كوش. بس قدام شويه بقى طبعا يعني مش بفكر في ان انا اغير وشها خالص دلوقتي بصراحه يعني. اما ربنا يريد طبعا كل حاجه باراده ربنا. هنا بقى ايه كنت قفلت بقى الحته وايه بقى اخدت نفس عميق كده. مفيش كلام طبعا النظافه حلوه. قفلت حتتي وقفلت الشبابيك وفرشت كل السجاد كده في الارض ودفيت بيتي ودفيت حتتي. بس انا فاتحه المروحه طبعا دلوقتي لان انا عامله مجهود فانا بصوا يعني بضرب نار من نافوخي. نعم يا سوف ثواني. قفلت بقى الاوض كده ورشيت معطر في الاوض كده وزي ما بقول لكم هنا فرشت السجاده الكبيره دي تدفي الارض. والمشايه دي برضو تحت رجلينا كده عند الدولاب. وكده قفلت بقى الاوضتين دول كده كده الاوضه دي انا كنت عامله فيها روتين معاكم من اوله. وقبليها اصلا كنت منفضاها اصلا وفرشه الملايه دي وكده. فكده كده يوم ولا يومين هروح جايه برضو شايلاها ومغيراها ان شاء الله. المهم كده بقى دخلنا بقى على ايه على الغداء او العشاء للولاد على حسب طبعا ان احنا كنا دخلت في توقيت المغرب كده. فزي ما انتم شايفين كده كان خالد عليه امتحان في الدرس. وبعد ما جه جاب لي العيش دوت قلت له يجيبه معانا هو جاي. وبدأنا بقى نعمل ايه بقى نعمل حواوشي زي ما انتم شايفين هنا كده عملت معلقتين سمنه بلدي. وهبدأ اقصر العيش او افتحه زي ما تحبوا. وهبدأ احشي اللحمه بتاعتي في العيش. خلاص. انا طبعا هعمل لي سندوتشين كده من جبن تشكيله جبن كده ولانشون. هيبقى هو ده اكلي لان طبعا القريبين مني عارفين ان انا ما باكلش اللحمه. خلاص. طبعا في نقطه كنت حابه اوضحها بحته ان انا قلت في الفيديو اللي فات صحتي على قد دي. طبعا المقصود منها ان انا يعني صحتي مجهودي على قد يعني هو ايه لما بعمل مجهود زي كده بتعب بخش في نوبة تعب كده في جسمي كله. كتافي طبعا انا عندي مشكلة في كتافي في الفقرات من فوق. وجسمي برضو بيفضل تعبني بتاع 4 5 ايام ولا حاجة زي كده على ما بقدر ارجع من تاني استعيد ايه طاقتي تاني يعني فاهميني. فالمهم هنا بقى ايه عملت سندوتشات كده للولاد زي ما انتوا شفتوا. فده بقى كنت حابه اوضح النقطه دي اللي هو إيه ان انا بس يعني بقول لكم ان مثلا صحتي على قد ان انا استخسرها في حد لا خالص بالعكس والله العظيم ربنا يعلم والحمد لله ان لو حد بيحتاج مني اي حاجه بعملها ما بتاخرش يعني. بس فربنا طبعا يديم علينا الصحه والعافيه من عنده وستره طبعا و... ويرضى علينا ده طبعا يا رب ويجعل تعبنا دوت في ميزان حسناتنا.
كل ست بيت بتقف تعمل لقمة حلوة، تنظف حتتها عشان خاطر ولادها يبقوا قاعدين في مكان نظيف وحلو. كل ده طبعا احنا بنؤجر عليه وفي ميزان حسناتنا يا رب جميعا. هنا بقى كنت عملت الحواوشي وش وخضار وحطيته في الفرن البوتاجاز. وده بقى ايه، انا قلت اشيله كده في الفريزر يمشي تاني يوم ولا تالت يوم ولا حاجة كده بقى إيه مثلا اكون انا تعبانة ومش قادرة اقف اعمل اكل يعني، فيمشي الولاد يعني. فاهمين قصدي؟ كل واحدة طبعا عارفة إيه يعني هي هتاكل قد ايه او ولادها هياكلوا قد ايه. خلاص انا هنا كنت عملت ده للولاد، وانا طبعا عملت اللي هو بالجبن ده زي ما انتوا شفتوا. كان باقي عندي شوية حاجة ساعة كده في التلاجة، جبتها برضو وقلت برضو ايه اروق عليهم كده مع شوية زيتون من اللي انا عاملاه ده تحفة. هو مر شوية بس حلو، فيه شوية مرورة كده يعني بس حلو صراحة. بقى صبيت هنا للولاد كوبايتين وانا بقى ايه اخمس في الازازة اللي هناك دي. حلو برضو فكرة، عايزة اقول لكم السندوتشات دي لو عندنا جبن كده ولانشون ممكن نعملها بالفكرة الحوشي دي يعني.